حجة يزور الكعبة مر بالمدينة المنورة. تدري اجى معاوية هدنة عسكرية، ما طلعوا الشيعة يستقبلونه. الشيعة ماخذين أخلاقهم من أئمتهم وينتظرون أمر الأئمة، ما طلع واحد منهم يستقبل معاوية. معاوية ضمها بقلبه. نفس الليلة هو نزل عند عبد الله بن الزبير باعتبار حليفه استراتيجي. نفس الليلة تدري عبد الله بن الزبير اكو مثل عندنا يقول بوجه الضيف منو يقرأ؟ معزي شافه. تدري هذا وجه معاوية شلون القرد؟ ايه قال له ابو يزيد لعنة الله عليك وعلى يزيد. ابو يزيد شو ضايج متأذي؟ قال له اي والله شو الجماعة ما جوني، بني هاشم ما شفت واحد من عدوم، زين الانصار ولا واحد طلع عليه. تدري هذا يدور هتافات، مو بالروح بالدم يدور، لازم واحد يتفلت. ما استقبله. من استقبله؟ النكرات والمجرمين والقتله. اما اتباع العثمانيه الخوارج واتباع معاويه هم استقبلوا. فقال اسمع مني تعال نسولف. معاويه هسه انت متألم الحسن بن علي ما استقبلك؟ قال اي متألم. قال اسمع مني، لو شاء الحسن بن علي، اتمنى تحفظون هذا النص دائما بالانتصار لمظلومية الامام الحسن. هذا نص عبد الله بن الزبير، والفضل ما شهدت به الاعداء. قال لو شاء الحسن بن علي يومها لقاتلك ب100,000 سيف من أهل العراق لفعل. شوف هذا اللي يقولها العراق خونة حاشاهم وخذلة. اسمع ابن الزبير شو يقول عنه. والله تعجب أنا، واحد رؤية ابن الزبير للعراق أفضل من أنت رؤيتك المحب لأهل البيت والموالي. لو بس مركوزة بذهنك بس خونة وخذلة وعافوا الحسين، بس هذا مركوز بذهنك. اسمع ابن الزبير شو يقول. قال له اسمع مني، لو شاء الحسن بن علي لضربك ب100,000 سيف من أهل العراق لفعل. مو 8,000 يأخذهم هذا الخائن ويروح، يظلون 92,000. قال له 100,000 سيف. تدري ليش يا معاوية من أهل العراق تحديدا؟ قال لا. قال يا الله أنا والله أتأذى إذا ابن الزبير نظرت للعراق هاي زين انت شبيك ابن الملحة نظرتك لنفسك تجلد بروحك ليل ونهار، نفاق وشقاق وخذلان وكذا، وإحنا قتلناه وإحنا دعوناه. تعال يا عمي اسمع شوف العدو شو يقول عنك. قال له تدري ليش يضربك ب100,000 سيف من أهل العراق تحديدا إمام الحسن؟ قال لما؟ قال لأن أهل العراق أوفى للإمام الحسن من أم الحوار بحوارها وأم الفصيل بفصيلها. ضربون دائما العرب المثل بحنين الأباعر، حنين النوق. قال له لأن أهل العراق بالضبط أحن على الإمام الحسن. شلون اصطلاح عندنا؟ أحن من قلب الوالدة. ذولا يبرون بإمامه، يبرون به. ما حتى معاوية قالها لهاي الأمرأة اللي يسمونها الزرقاء، التقى بيها وسولفت له عن فضائل الإمام علي. ارجعوا للنص بالعقد الفريد، أنا أذكر مصادر عم ترجعون. زين قال هاك هاي أموال اخذيهن وانسى علي. قالت لا أنا أنسى علي. شنو أنسى من علي؟ وش النسب علي بن أبي طالب؟ علي عليه السلام كله فضائل ومناقب وكذا. فيقول من طلعت قالها سمع مني والله إن وفاءكم لعلي بعد وفاته أشد على قلبي من حبكم لعلي في حياته. أنا تعجب انت شلون أوفياء لهذا الرجل لأمير المؤمنين وتدافعون عنه. فقال له اسمع مني ترى دون 100,000 سيف موجودين. أهل العراق أوفى وأبر بالحسن بن علي من أم الفصيل بفصيلها. ما وعلى قال له اسمع أنت هم على كيفك تهدى. هسه حمد باصطلاحنا خلف الله على الإمام الحسن غض عنك بصر، غض عنك نظر. أكو أدلة قوة جانب الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إمام الحسن من اجت الورقة بيضاء وخاتم بها معاوية. إذن بعد ماكو داعي إراقة الدماء عزيزي. هو ليش قاتل؟ يريد يكفي الناس شر معاوية.